اهلا بكم. في حلقه النهارده هتكلم معاكم عن مسلسل رمضان كريم الجزء الثالث. بس قبل ما ابدا واي حاجه بتمنى تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. نبدا حلقتنا بالصلاه على النبي. 4-7 تاني مرة. أكشن! مسلسل رمضان كريم هو من المسلسلات المهمة اللي حققت نجاح عند الجمهور، وده لأنه مسلسل اجتماعي بيتكلم عن حال الحارة المصرية في شهر رمضان. مسلسل رمضان كريم هو من بطولة سيد رجب وسلوى عثمان ومحمد لطفي، والمسلسل اتقدم منه جزئين قبل كده. الجزء الأول كان في رمضان 2017، والمسلسل ساعتها حقق نجاح عند الجمهور، ويمكن ده اللي شجع صناع المسلسل إنهم يقدموا جزء تاني من مسلسل رمضان كريم في رمضان 2023. ولكن الجزء التاني ما كانش بمستوى الجزء الاول، ويمكن ده بسبب ان كان في فنانين متواجدين في الجزء الاول من المسلسل وفي الجزء الثاني بقى من المسلسل ما كانوش متواجدين، وده ادى الى تغيير في احداث الجزء الثاني للمسلسل. فبالتالي الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم ما كانش بقوه الجزء الاول من المسلسل، ولكن من الممكن ان الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم يكون افضل. ولكن هنا السؤال، هل في جزء ثالث من مسلسل رمضان كريم ولا لا؟ محمد لطفي قال ان هيكون في جزء ثالث من مسلسل رمضان كريم، وهكذا برضه سلوى عثمان قالت ان هيكون في جزء ثالث من المسلسل، ولكن الغير مؤكد حتى الان ان الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم هيتعرض في رمضان 2024. ودلوقتي بقى اكتبوا لنا كومنت وقولوا لنا ايه اكتر جزء حبيتوه من مسلسل رمضان كريم. ما تنسوش لو عجبتكم الحلقه تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد هنا على قناتكم قعدة سيما. ودلوقتي بقى سلام.